السلام عليكم. أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم عندي نقاط بزاف، عندي عناصر، عندي أمور يعني ملاحظات قدرت أني نقيدها. كان أسبوع حافل بالمفاجآت أكيد. عندي أمور حاب نحكيها معكم أكيد ونناقشها معكم، على بالي توافقوني، ولكن خلينا نديروا موضوع يعني في الشباب. اليوم عندي واحد القناة طليت عليها، طلبوا مني يعني في التعليق أني نهضر عليها، وهي قناة أم شاكر الخنشلية. هكا أم شاكر مطبخ أم شاكر الخنشلية. قناة مليحة، قناتك يعني ما شاء الله. أظن أنه عندك 16 كا، يعني هذا الشيء جاء عبارة عن جهد، يعني 16 كا إنسان. يعني أنا نشوف اليوم 16 كا هكا نقبضها وحدها ونقيمها، يعني نقدرها. 16 كا يعني راها يعني إنسان يعني دار مجهود، أو كاين إيفور. يعني انسان مش بالسهل انه يدي 16 كا. انا اليوم ما عنديش 16 كا، يعني عندي بخاص قريب 10. يعني راكي في طريق النجاح، ونتمنى لك يعني النجاح اكيد بالتوفيق. قناتك جميله جدا، وبالتوفيق للجميع. على بالكم علاش قطعت الفيديو؟ باش نروح نشوف اسم القناة الزوجة لأنه نسيتها. عندي مشكل. قالت لي رفيدة عاود ماركي أو كتب يعني قناة إبداعات رفيدة، قالت لي ماركي يعني باش ما تنساش، ولكن أظن أنا ما نسمعش النصيحة. القناة الثانية وهي قناة مطبخ أم مصعب الصحي كيما هاك. مش كاع الناس اللي تهدر يعني تنجح، أو مش دائما الكلام يعني يطلعنا أو يرفعنا درجات. يعني كاين وين الصمت يعني يؤدي واجبه أو يخدم خدمته. أنا نشوف أنه قناتك فيها أفكار قيمة، وأنك تكتبي وتتعبي بدون صوت يعني جميل جدا. مش شرط الصوت، يعني مش مهم، المهم الأفكار. دي فوا تلقى ناس قنوات بزاف هكا يهضروا ما كان والو. يعني مش أنه أنا ما نهضرش معناتها قناتي، لا بالعكس. قناة ميرازات تاني دي فوا ما تهضرش، تكتب وطالعة وناجحة. يعني الصوت ماهش مهم لديك الدرجة أنه أساس، أو يعني أساس القناة. انه نقدروا هكا بالصمت، ونقدروا نطلعوا، ونقدروا نكونوا يعني ناجحين وما شاء الله. المهم الفكره اللي تكون يعني هي بتبقى على الفكره الموجوده، او المعلومات او الوصفات الناجحه اللي تمدها القناه، هي اللي تدفع القناه او تطلع القناه او تعليها. بالتوفيق للجميع. اكيد غادي نخلي يعني هذه القنوات يعني في صندوق الوصف. حاولوا يعني توصلوا للقنوات هذو وتشجعوهم. عندي اليوم اول ملاحظه، وهي قناه هاجر جيجا. دائما هاجر جيجا انا عندي حصه الاسد في الفيديوهات نتاعي. كانت حطت فيديو يعني عن غض النظر واش كان موجود. حاولت ندير ملاحظة خفيفة انه اليوم درت وجبات، ويعني نوعت لزوجي في الطاولة. يعني هما الطاولة مصرين عليها، وانا خليني يعني اليوم نتجه نتعمق في الافكار عن غض النظر عن نقعد نهضر تفاصيل كررتها او هدرتها من قبل، او نكرر امور ديجا حكيت عليها. خلونا نهضر، عفوا خلونا نهضروا امور يعني جديده، او نديروا ملاحظات في يعني ذات قيمه هكا باش تستافدوا كامل. انه انا نجي اليوم نهضر هضره كثر مني، او عنوان كثر مني، ندير باللي انه نوعت طاوله ما نوعت. انا نفضل انك بدل ما تنوعي ديك الطاوله او ديريها لزوجك، معليش من حقك انك تنوعي له، هذا من حقك. ولكن لو فتره كي تبتيها او تمديها للناس، من حقي اني نتدخل فيك لانك انسانه مشهوره او معروفه في السوشيال ميديا. معليش نوعي له، ولكن نتمنى انه ما تنسيش المشاهدين. يعني نوعي المشاهدين في الافكار كما راه ينوعوا لك المشاهدين في المشاهدات. يعني على الاقل يكون توازن في القناه او توافق. اليوم نشوف انه عندك فكره واحده، يعني تحاولي تكريها وتجيبي بها الفيديو وتمشي بها الفيديو 9 دقائق ولا 15 دقيقه. عندك فكره واحده. اليوم راك تقولي بلي كتنوعي لزوجك يعني في المأكولات والطاولات، وتبتيهم في وجه المتابعين. نفضل انه يكون عندك تنويع في الافكار. نشوف بلي انا ما عندكش افكار كبيره في القناه، او انه تعتمدي فكره واحده. خليني نفهمك كيفاش او واش راني حاب نوصل. شفتك رحتي المحل من المحلات قضيتي، رغم انه راكي تقضي دائما، او ما على باليش علاش هذا القضيان هذا، من اجل المشاهدات او من اجل شيء ما ممكن احنا مازال ما عرفناش. ولكن خلينا نهضروا واحد الهضره منطقيه. اليوم انت عندك مبتدئين في القناه هاجر جيجا، عندك ديماري جداد، ناس متزوجين جداد يتبعوك مالغريتو. يعني احنا على قد ما نقولوا كاين عندك متابعين، الغالب هذه حقيقه يعني منطقيه. نفضل انه انا لما تكوني تسوقي او تقضي يعني لنفسك، يقول لك ربي لا يحب المسرفين، يعني لا افراط ولا تفريط. يعني انسان يكون في لي نورم، يشري قيسه او يشري قده. انت الفكره اللي تبعتيها للجزائريين او الاسر الجزائريه انه شروا
يعني حتى ما انا نشوف باللي لا بالعكس، لازم نوعوا الاسر جديده. مثلا انت اليوم انت وزوجك، يعني اليوم انت وزوجك هارون، يعني انا بالنسبه لي قديان خفيف ظريف يعبر عني، او انه انا علاش نروح المحل وندي كاع ديك السلعه، يعني انا كي شفت الشاريو تاعك تخلعت صراحه. هذا كي لا تقدري تاكليه انت والله ما نعرف، يعني ما عرف راكو تاكلوه، راكو طيشوه، راكو تصدقوه، والله الله اعلم. ولكن انا نحاسبك على الفكره، أو انه خليني نقيم الفكره او واش كي ديري التصرف هذاك. راكي تبعتي رساله للاسر الجديده انه شرو كيما الاسر الكبيره او لي فاميلي نومبروز، يعني الاسر الكبيره. يعني انا اليوم انا والمدام فقط وجداد وما عندنا لا بيبي ما عندناش، يعني انا على الاقل نعطي فكره للجزائريين او فكره للاسر باش يعرفوا يتمشاو تدبيره. كوني مؤثره نقدر ناثر او نعطيهم فكره مليحه انه لما تروحوا هكا، حتى المراه هذيك اللي ما تكونش تعرف او الزوج اللي ما يكونش يعرف او ما يعرفش يتصرف، لانه كاين الزوج اللي ما يعرفش يتصرف في القديان وكاين الزوجه اللي ما تعرفش تتصرف، لانه الاثنين تقدري تعطيهم فكره انه لما نروحوا للسوبيرات او نروحوا المحل ولا نقدروا نقضوا حاجه قيسنا علاش داك الشاريو كيما هاك، يعني من اجل المشاهد. على بالك انت من اجل المشاهدات راكي ديري اخطاء، راكي تبعتي افكار خاطئه للناس وسيرتو ديبيطون، لانه على بالي عندك يعني ماري جداد في القناه، عندك متجوز يعني ناس متزوجين جداد فقط. انا هذا هو الفكره اللي كانت عندي، او هو الموضوع اللي حبيت نناقشه معك، انه لما نروحوا هكا يعني مادام انت راكي تذكري التنويع في قناتك او ذكرتي التنويع، خليني انا نعقب على هذا التنويع. يعني نتمنى انه قناتك تتنوع من ناحيه الافكار، كما الناس راها تشاهدك وراها تنوع لك في المشاهدات. يعني على الاقل فكري فيهم، انت اليوم عندك ناس يعني متاثرين بك وراك، على الاقل لما تروحي للمحل او من المحلات تحاولي تقضي الشهر يعني مصروفك الشهري، الله يعني الله يغنيك، احنا ما حناش نقولوا، ولكن حاولي تبتي او ترسلي فكره للناس انه الهدوء يعني والرزانه، او انه تشرو قيسكم، او انه مثلا دي قيسك او بالشويه او كل حسابك او كل قيسك او قضي هكا بالسياسه. لانه شوفوا ما كاش حاجه اللي تهرد الانسان قد المصروف. ياكل اللي ياكل قلتها قبل، الجسم راح يدي اللي يسحق فقط. الشيء الاخر يا يروح سمنه مرضيه او يروح فضلات الطواليت حاشاكم. يعني الانسان يشري قيسه، يعني ما يحاولش يدير داك التبذير وهذاك الافراط وديك السلعه هذاك الشاريو. والله غير انا حسيت باللي هذاك شاريو نتاع واحد عنده عائله فيها 11 رقبه ولا 12 رقبه، صراحه نقولها لك. يعني راكم ديروا واحد الصوالح وتبعتوا واحد الافكار للعائلات، يعني احنا نعطيكم الافكار وانتم خيروا، راكم تتعبوهم بدل ما راه يجوا يدوكم من عندكم ايجابيات، انتم راكم زيدوا تتعبوهم. انا هذه الفكره اللي لاحظتها على قناتك. اولا انا كان جاني ثانيا انا كان جاني انتقاد كبير على قناتك، وهو انه ريغينشف كان جاني يعني انه هضرت عليك انا خطره، كنت قلت انه انت ناجحه في السوشيال ميديا. كان جاني انتقادات، معليش انا نرحب بهذه الانتقادات، نحب نناقشها مع الناس، بالعكس تفتح لي مواضيع ونجم ندير دي سوجي كبار. اليوم انا هاجر جيجه الا جيت نحكي عليها يعني في السوشيال ميديا، هي انسانه ناجحه. انا مانيش نحكي على اسلوب النجاح، هي ناجحه. اولا نجاح اليوتيوب شيء دنيوي، ليس شيء مبارك او من الاشياء المباركه، يعني هو شيء دنيوي، كل واحد كيفاش ياخذ هذيك الطريق او يمشي ديك الطريق. اليوم انا لما قلت هاجر جيجه انسانه ناجحه في السوشيال ميديا، انا قصدت انه ناجحه يعني عن غض النظر على الاسلوب اللي اعتمدته. كاين ناس تقول لك انا ندخل الخصوصيه كيما هاجر جيجه ونطلعوا ونولوا مشهورين، كاين ناس يقول لك انا ما ندخلش الخصوصيه كيما وليد، يعني تقول لك انا ننجح يعني هكا بلا خصوصيه، حبيت يعني كي نقولوا نجاح يعني تفرض روحها في السوشيال ميديا. وكاين اللي مثلا ما يفرضش روحه، يعني يمد الخصوصيه نتاعك، يعني يخلي الناس تجيه، يعني الناس تلتفت له غصب او بالسيف. شوفوا انا اليوم لو كان ندير مقارنه بين وليد وبين هاجر جيجه، نقدر نقول لكم بلي هاجر جيجه ناجحه او عندها خليني النجاح دائما عليه واحد ممكن بلبله، خليني باش ما نقولش نجاح باش ما نروحش يعني في الفوق. عندها مشاهدات اكثر من وليد. يعني اليوم هاجر جيجه وسرتو يعني خلينا احنا نقولوا ممكن شهر رمضان ممكن الناس يلتفتوا وليد بزاف، ولكن لما نفوتوا شهر رمضان او نكونوا يعني قبل ما يكون شهر رمضان او قبل ما يعني نصوموا، لقوا انه مشاهدات هاجر جيجه اكثر من مشاهدات وليد. عندها هاجر جيجه عندها متابعين،
عندها ناس ناجحة في السوشيال ميديا استطاعت أنها تنجح، عن غض النظر عن كلمة النجاح هذا اللي نستعملها، لأنه ما عنديش واش نستعمل. اليوم أنا مثلا لو كان نجي نقارن بين فنان أو فنانة ولا، نقدر نقول لك أنا هذاك ناجح على هذاك، يعني ناجح، ما عنديش واش نقول، مالغري هو ذاك النجاح دنيوي أو يعني في الدنيا هذاك، ولكن نقول باللي هذاك الإنسان مشهور أو هذاك الفنان يمثل مليح أو بارع في التمثيل أو ناجح عليه في التمثيل، يعني نقدر نستعمل هذه كلمة النجاح. يعني النجاح اليوم أنا على بالي يعني احنا نفهموا حكر على الحاجات يعني المليحة، أو أنه يكون متعلق بالآخرة. يعني أنا اللي نحكي على أنه في السوشيال ميديا فقط، يعني في اليوتيوب، عن غض النظر أني ندخل في التفاصيل الأخرى. اليوم وليد ناجحة كما نقولوا احنا في لي زابوني، يعني ممكن الناس من كثرة احترامهم ليها يدوا لها ابوني، حابين يطلعوها بلي زابوني، ولكن ماشي بالمشاهدات، وهذا غلط. لانه لما يكون عندك 12 مليون ويشاهدك 200 الف ولا 300 الف، راك اكبر خاسر. ولكن اليوم هاجر جيجا لما نجي نقارن بين المشاهدات نتاعها ولي زابوني نتاعها، لقاها بالك تفوت لي زابوني هي نتاعها، لقاها فايته لي زابوني، ولا دي فوا لقاها عندها 500 ألف 700 ألف، يعني راها نيشان، يعني عندها مشاهدات، عندها ناس تشوفها. تخيلوا أنه هاجر جيجا اليوم عندها 12 مليون، كيفاش يكونوا مشاهداتها؟ فقط حبيت نوضح هذا الأمر، أو حبيت نرد على هذا السؤال، أو واش قصدت أنا بنجاح هاجر جيجا. قصدت أنه نجاح، ولكن عن غض النظر عن الأسلوب أو الأساليب المعتمدة في ذاك النجاح. كل واحد تبقى على ضميره، كاين اللي يقول لك أنا ندخل الخصوصية، كاين اللي يقول لك كيما وليد تخاف من ضميرها، أو تخاف تقول لك أنا ما ندخلش خصوصية. هذا الشيء ممنوع، وهذا الشيء ما نقدرلهش، وكله يعتبر ناجح في السوشيال ميديا او في الدنيا. فقط هذا واش حبيت نحكي او نوضح الفكره هذه. نجي اليوم يعني لعالمنا الواسع او امورنا المتعدده، او اصحاب القنوات اليوم راه يتطوروا، راه يمشوا بعيد. اليوم اكو تشوفوا كيما اياد، قناه اياد عيطوا لها قناه عفوا الباهيه تيفي، عيطوا لها دير حصه، يعني يعني دير وصفات المطبخ او دير جزء المطبخ نتاعها. اليوم اياد اكيد اياد ناجحه في السوشيال ميديا، يعني عندها مليون متابع، ما جابتهاش من البلاش، يعني في اتعاب، كاين تنمر، كاين بزاف امور في السوشيال ميديا تعارض يعني صاحب القناه او صانع المحتوى. اليوم القناه، او انك مولا قناه او تمتلك قناه في اليوتيوب، ولات يعني كيما السي في، انه تختصر عليك سنين التكوين. يعني اليوم اي واحد عنده قناه كبيره كيما الباهيه تي في، يعني يقول لك انا البرنامج اللي نديره في قناتي لازمني له نجاح يعني مسبق، او سوكسي مسبق، نتوقع النجاح. ما نجيبش واحد من التكوين وبالك ما يعرفش يهدر، وبالك ما يديرلكش امباكت كبير، ومن بعد بالك نقعد نجري وراه ونعلمه ونتعب. يعني انا باغي نجاح مسبق. يقول لك نجيب اياد او نجيب انسان واحد اخر، لانه القناه اليوم ولات مثل السي في، يعني ينجموا اصحاب القنوات التلفزيونيه يفتحوا اليوتيوب ويشوفوا قناتك ويشوفوا كيفاش تخدم وكيفاش تهضر، وينجموا يبنوا عليك نجاح مسبق. اليوم المشكل وين؟ اصحاب المواهب، او انه على بالي بلي اياد ناجحه موهوبه، يعني هي موهوبه وديجا دو مستوى يعني عن تقفى، ولكن نجي نحكي على الناس اللي ما تقدرش على براثين السوشيال ميديا، او بحر السوشيال ميديا صعيب، وكما قلت لكم فيه تنمر، فيه اتعاب. يعني اصحاب المواهب الحقيقيه اليوم راهو في تحدي صعيب امام السوشيال ميديا، انهم ممكن لازم يديروا قناه، او انه القناه اليوم ولات مطلوبه، ولات يعني كما قلت لكم مثل السي في، يعني كنز راه تحتك، او كنز عندك يوما ما تخرجه، او يوما ما تنجم تعتمده او تعتمد عليه. ولكن الناس اللي ما تعرفش السوشيال ميديا واش هي، محلها من الاعراب، او ما مصيرها، الناس اللي ما تقدرش السوشيال ميديا او ما تقدرش لهذا البحر يعني الصعيب. يعني انا نشوف اليوم اصحاب المواهب اللي عندهم موهبه تلفزيونيه او يقدروا، لانه مش كل الناس اللي في التلفزيون تقدر تنجح في اليوتيوب، والعكس. يعني مش كل الناس في اليوتيوب تنجح في الاخر، في القناه التلفزيونيه عفوا. كما شفتوا كاين بزاف ناس في اليوتيوب فشلوا في القناه التلفزيونيه، وكان الناس في التلفزيون فشلوا في اليوتيوب. يعني انا نهضر على الموهبه الحقيقيه، او الموهبه المفقوده او الضائعه، اليوم كيفاش تقدر تخدم، او كيفاش تقدر تبرز دورها في المجتمع. لو كان ما تفوتش في اليوتيوب او في السوشيال ميديا، تلقى راسها وجه لوجه للسوشيال ميديا. وكما راكم السوشيال ميديا فيها اتعاب، فيها تنمر، فيها تعاليق سيئه، فيها اشياء كثيره. يعني باش دير قناه وتطلع يعني لازمها تعب كبير وارهاق كبير، ولازمها امور كثيره. ولكن بالتوفيق للجميع. فقط حبيت حبيت نوضح الفكره، او حبيت نهضر على اياد كطريقه من طرق انها مشات القناه الباهيه، واكيد بالتوفيق للجميع. عندي القناة يعني الثالثة، ربع قنوات، ذكرت هاجر جيجا، ذكرت وليد، ذكرت إياد، وغادي نذكر مطبخ تمارا.
مطبخ تمارا عندي عليك عتب. يعني عتب، يعني مانيش عارف كيفاش نسميه، ولكن عندي عليك عتب او نقد. يعني انا اليوم انت خرجتي وريتينا الشهريه نتاعك تاع الشركه اللي كتخدمي معاها، معليش شيء جميل، مالغري انه انا على بالي انه الانسان خدام حاجه باينه غادي يخلص، يعني ماش خدام بالبلاش. يعني انه انا اليوم راني نخدم ولا انت راك تخدم ولا انت راك تخدم، على بالي بلي وراك شهريه، او انه لما توصل ل 25 ولا ل 22 ولا ل 10 ولا ل ولا راح تخلص. يعني منطقي، يعني مانيش عارف انا علاش انسان يجيني يقول لي راني خلصت. اكيد الانسان غادي يخلص اتعابه او مجهوده، اكيد يديه. مازال ما فهمتش الفكره من وراء انه انا نوري الناس اني خلصت. يعني واش هي الفكره؟ يعني واش حاب تقول؟ يعني واش الفكره من وراها انه خلصت ولا ما خلصتش؟ انا سيكوا. ولكن انا حبيتك مادام انت راكي تدخلي في بعض المواضيع او بعض تفاصيل الشركه، او انه وريتي شحال راكي تخلصي والنسبه، او انه كل اسبوع او الاسبوع ديت 7 ملايين. انا حبيت توضحي العتم اللي راه على الشركه، انه انا كاين بزاف ناس لموني قالوا لي مراد ما حناش عارفين كيفاش نخدموا. انا كنت جيت وهضرت وكنت درت فيديو قلت انه الشركه ما فيهاش عضويه، فيها فقط تبحث على 4 اشخاص وتولوا تخدموا وتولوا تبيعوا. ولكن قالوا لي الناس لا، انه مام انت كدير 4 عضويات، الاخر ثاني يدير 4 عضويات، وهكا ماشي وهكا ماشي، والخلصه تولي الانسان الاول او العضو الاول. يعني انا ماذا بيا كنت تفهمي او تقلعي ذاك الالتباس، معليش حتى حنا حابين نفهموا. انا كون نلقى الشركه مليحه ندخل فيها، حتى انا خويا راه خصني، ما عنديش. كل الناس تحب تطور من وضعها المادي او المستوى المادي، ولكن لي نورم عفوا، او في الامور اللي يعني اللي متفق عليها. اليوم انا انت تضوي على امر انا ماش بحاجه انه خلص ولا ما خلصش، ولكن انا حابك تبيني او توضحي الامر اللي فيه غموض وفيه عتمه. بيني الامور او وضحي الامور، انه يا واه يا لا، يا كيما هكا يا ماشي كيما هكا، لانه الطريقه غير مفهومه. اليوم انا كاين ناس بزاف تحب تفهم من اليوتيوب، انه مش عادي يروح الواتساب. يعني في اليوتيوب تنجمي تفهمي الناس او توضحي الناس او توضحي الصوره فقط. هذا هو الموضوع اللي كان عندي على مطبخ تمارا. نتمنى تكونوا فهمتوني. اكيد الى فيديو جديد ونناقشوا مواضيع عديده ومواضيع مليحه. اكيد الى فيديو جديد ان شاء الله.